رغم وسامته الشديدة وحصوله على لقب فتى الشاشة المدلل وتهاتف المعجبات عليه، إلا إن واحدة بس هي اللي نجحت في خطف قلبه واستولت على عقله، وانتهت قصة حبهم بالجواز، قصة حبهم اللي انتشرت في الوسط الفني كله. هو واحد من أهم جانات زمن الفن الجميل، الفنان يوسف فخر الدين. بالرغم من تمتعه بكاريزما بسبب وسامته، إلا إنه ما قدرش يحصل ولا مرة على البطولة المطلقة، لكنه اتمتع بشهرة وجماهيرية كبيرة، وأصبح اسم الفنان يوسف فخر الدين أحد علامات زمن الفن الجميل. اتولد في 20 فبراير سنة 1935، وهو الأخ الأصغر للفنانة مريم فخر الدين. اتولد في القاهرة لأب مصري وأم مجرية، ولأنه الابن الأصغر فكان مدلل بشكل كبير عن أخته مريم. الأمر ده خلاها تحس إن هي كرهاه وبتغير منه، لكن بعد كده المشاعر دي اتغيرت لحب وصداقة بينهم وهم في سن كبير. ومريم فخر الدين كان ليها دور بارز في حياته، فهو بينسب ليها ترشيحه لأول مرة لعمل فني في فيلم من إخراج جوزها محمود ذو الفقار. وبعد كده اسم الشاب الوسيم جذب أنظار المخرجين والمنتجين، وبقى من أهم نجوم الخمسينات والستينات. وبوسامته وخفة ظله قدر يأسر قلوب نجمات جيل الخمسينات والستينات. رغم إنه شخص خجول، لكن أبدع في أدوار الشاب الجاني الشقي. في سنة 1969 اتجوز الفنان الراحل الفنانة المصرية اللبنانية نادية سيف النصر، بعد قصة حب قوية جمعت الاتنين ببعض، واستمر الجواز السعيد 5 سنين، وبعد كده انتهى بنهاية مأساوية، وأصبحت النهاية دي علامة فارقة في حياة الفنان. في سنة 1974 مراته اتوفت في حادث سير أليم وهم موجودين في بيروت، وعلى أثر الحادثة دي دخل يوسف فخر الدين في حالة اكتئاب شديدة واعتزل الفن والتمثيل. لكن بعد محاولات كتيرة حاول يرجع تاني، لكن ما قدرش، وفي النهاية فشل وما قدرش إنه يستمر، وقرر إن هو يهاجر لليونان سنة 1982، وقرر إنه يبدأ هناك حياة جديدة. وكان عنده 47 سنة، واشتغل موظف استقبال في فندق، وبعد كده بدأ يتاجر في الإكسسوارات، ونشأت قصة حب بينه وبين صاحبة الشغل، وتحول لرجل أعمال. في سنة 1997 قرر إن هو يزور أخته مريم فخر الدين، وهو معاها حس بألم كبير في جسمه ودخل المستشفى، وخرج منها وهو قاعد على كرسي متحرك، وفضل لحد نهاية حياته سنة 2002 قاعد على الكرسي ده، واتدفن في اليونان. الفنان يوسف فخر الدين شارك في أكتر من 100 فيلم، أبرزها 7 أيام في الجنة، التلاتة يحبونها، تنابلة السلطان، بيت الطلبات، وغيرها من الأفلام الناجحة. وتم اختيار فيلمين شارك فيهم ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وهما إحنا التلامذة سنة 1959 عن قصة الأديب نجيب محفوظ وإخراج عاطف سالم، وفيلم بين الأطلال عن قصة الأديب يوسف السباعي إخراج عز الدين ذو الفقار.